بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. النادي الأهلي يغرد ضد قانون الفيزياء. قوانين الفيزياء بتقول إن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. النادي الأهلي النهارده غير قانون الفيزياء بشكل جذري تماما. النادي الأهلي اللي يعني أكتر الناس اللي هم المتفائلين ما كانش يتوقع يعني ربع الاداء اللي حصل النهارده. خلصت مباراه النادي الاهلي مع بيراميدز النهارده بتعتبر يعني 3-1 للنادي الاهلي، لان طبعا هنعتبر ان الهدف اللي جابه رامي ربيعه تبعنا يبقى 2-1 يبقى 3-1. خلصت بالتعادل ما بين الفريقين في مباراه كانت شكلها وأدائها ووضعها كان مختلف تماما عن كل التوقعات. محدش توقع ولو ل1% ان ممكن نتيجة المباراة تبقى بالشكل ده، او ممكن يكون اداء النادي الاهلي بالشكل ده، ولكنها روح الفانلة الحمراء. روح الفانلة الحمراء النهارده بتتحكم في مجريات المباراة، وبتخلي الاهلي النهارده يعمل مباراة. بعد ما شفنا التشكيل بصراحة انا واحد من الناس كان عندي احباط، يعني انا كنت محبط اساسا، فلما جه التشكيل اكتر يعني ايه زود الاحباط. لكن النادي الاهلي قدر ان هو يقدم مباراه يعني غايه في الروعه والجمال والنديه لفريق بيراميدز. طبعا فرصه نادي بيراميدز كانت فرصه ذهبيه النهارده، انهم كان ممكن ان هم يعني بالسكواد بتاعهم كان ممكن يعملوا نتيجه كويسه مع النادي الاهلي في ظل او في الوقت اللي النادي الاهلي يعتبر يعني فاضي شكليا وحرفيا. النادي الاهلي النهارده مفيش تشكيل، مفيش لاعبين، مفيش يعني فاضي. اي فرقه النهارده لو عندها لو كان استغلت الموقف ده كان ممكن تعمل مع النادي الاهلي نتيجه. لكن روح النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي يا جماعه النهارده، جماهير النادي الاهلي النهارده غير جماهير النادي الاهلي، بتضرب اروع الامثال، بتضرب المثل في ازاي انت ممكن تدعم فرقتك وممكن ان انت تقف وراها. النادي الاهلي لو طلع بمكاسب من المباراه ديت بيطلع بمكسب للمهاجم الجديد اللي اول ما نزل النهارده يعني ما شاء الله، يعني فكرنا بعمر مرموش كده هو قصاد مانشستر سيتي. واخد مكانه، متعود على اللعيبه، شايف الملعب كويس، بيتحرك كويس. فاحنا كسبنا مهاجم جديد النهارده بالاضافه الى وسام ابو علي. كسبنا النهارده ايضا امام عاشور في شكله الجديد وهو راس حربه، ولما بتحول الى صانع العاب. النهارده امام عاشور بيعمل مجموعه من الاسيستات الرائعه، الاسيستات اللي فرقت طبعا مع التحفظ على ضياع ضربه الجزاء. ضربه جزاء النادي الاهلي النهارده اللي كان فيها كلام كتير، زي بالظبط ضربه جزاء نادي بيراميدز اللي مش موجوده اساسا. يعني ضربه جزاء نادي بيراميدز اتحسبت النهارده بعد الكره ما خلصت وبعد ما انتهت، لكن امام عاشور النهارده اللي يشفع له في ان هو ضيع ضربه الجزاء ان هو عمل مجموعه من الاسيستات النهارده تفوق ال 18 اسيست، في منهم اكتر من 12 او 13 اسيست ناجح بنسبه 100%. فامام عاشور النهارده ما شاء الله عليه يعني برضه يعتبر هو كمان غير. الاهلي النهارده بيغرد خارج السرب. الاهلي النهارده بيدي درس مهم جدا لكل الانديه ولكل الفرق، وبيقول لهم ان مش لازم ان انت تكون مكتمل العدد، المهم الروح، المهم التيشيرت، المهم الجماهير، المهم ان انت تبقى عارف انت عايز ايه من المباراه. نجم المباراه النهارده كان رامي ربيعه. رامي ربيعه اللي احرز فينا هدف عالمي بصراحه. يعني رامي ربيعه يعني انا بشوف شكل رامي ربيعه ده بصراحه بيحصل عندي ارتكاريه بتضايق، يعني ما اعرفش، يعني سبحان الله، يعني سبحان الله جاب فينا النهارده هدف عالمي، هدف عالمي احرزه على يمين الشناوي النهارده. يعني شيء مضحك جدا يعني بصراحه وكوميدي جدا. يعني اتمنى التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، واتمنى ان النادي الاهلي يحاول على قد ما يقدر ان هو يدعم الصفوف. احنا يا جماعه صوتنا اتبح في القصه دي، عايزين دعم، عايزين دعم الفرق. كريم الدبيس النهارده ما شاء الله عليه يعني عامل ماتش روعه. مروان عطيه مش عايزين يعني ايه يعني كله عامل مباراه ما شاء الله. كره رامي ربيعه اللي احرزها فينا على فكره الشناوي اللي كل شويه عمال بيزعق ده كان ممكن يجيبها، يعني هي المفروض ان هو يكون اقرب لها من رامي ربيعه، لكن الشناوي طبعا يعني اختار ان هو يقف في المرمى وما يتحركش عشان رامي، تقريبا متفقين يعني ان رامي يحرزها على يمينه. خلصت المباراه
الشكل كان حلو، والشكل ما كانش زي ما قلت في اول فيديو ان ما كانش فيه حد متفائل. يعني اكبر المتفائلين من الاهلاويه، يعني اكبر المتفائلين من الاهلاويه، انا اعرف ناس اهلاويه ما اتفرجتش على الماتش اصلا، اكبر المتفائلين من الاهلاويه النهارده ما كانش يتوقع ان المباراه تمشي بالشكل ده. ولكن روح الفانله الحمراء. يا ريت كابتن محمود الخطيب، يا ريت دعم للفرقه، يا ريت عايزين صفقات، عايزين حركه، عايزين تغيير، لان النادي الاهلي بالشكل ده ان شاء الله لو حصل له دعم هيكون في حته تانية زي ما احنا متعودين. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.